خوتي المغاربة وحبابي داخل الوطن وخارج الوطن، السلام عليكم. نعتذر على هذا الغياب، راكم عارفين كل شيء، وكنشكركم دائما المتابعة ديالكم وعلى التدخلات القوية ديالكم تبارك الله. وكما كتعرفوا احنا دائما كنعيشوا مع الجديد، كنعيشوا مع المواضيع الشائكة، كنعيشوا مع بزاف ديال الامور، ولكن الحمد لله على كل حال. الموضوع اليوم اللي بغيت نناقشه هو انني كنتمنى للشعب الجزائري ان شاء الله مسيره موفقه ان شاء الله، ويحتموا ان شاء الله في هذا القرار ديالهم، في القرارات ديالهم، ويخرجوا بواحد النتيجه ايجابيه، وانهم المطالب ديالهم انها تحقق ان شاء الله، باش تما بغاو ينهضوا، بغاو يديفلوبيو البلاد ديالهم، حيت عاشوا في واحد الصمود والناس محنا. من الحمد لله دابا اتفقوا وعاو بهذا المفهوم، باش انهم ويعني وصل الوقت اللي خصهم انهم يديفلوبيو بلادهم ويشوفوا التغيير من ناحيه الجانب السياسي. وحنا بالنسبه للرئيس، هذاك السيد تا هو راه عطى دار الواجب ديالو على يعني بكل شفافيه، و يعني ولكن المرض هذاك الشيء ديال الله ما عندنا ما ننتقدوا فيه ولا، انما وصل واحد الوقت اللي خاص يكون واحد الرئيس يعني اللي يعرف كيفاش يجري الامور، يعرف كيفاش يسير، يعرف كيفاش يتنقل، يعرف يعني والشعب يكون تا هو مقتنع به. هاد الناس هادو ناضوا ما بغاوش يعني كيما نقول العهده الخامسه لهاد السيد، حيت ما كيشوفوا راسهم ما كيزيدوش القدام. وهذا الشيء راه ماشي جديد، هذا الشيء راه قديم والناس كانت صامده. ودابا الناس راه وقفت رجل واحد، بغاو التغيير، بغاو يعني ان الرئيس بوتفليقه يرتاح مع راسو ويعطي الفرصه لرئيس اخر اللي يخدم البلاد وينهض بها ويديفلوبي البلاد، ويشوف المطالب ديال الشعب الجزائري شنو خصهم. ده حقهم مشروع، ما عندنا ما نتكلموا فيه. وانا عارف مع هذا الفيديو ده راه غادي نتشلل، غنتغسل مزيان، وانما انا كنقول واحد الراي ديالي، كنعبر على واحد الراي ديالي، وكنشوفهم انهم تيطالبوا مطالب مشروعه. الرئيس عيا، خصو يمشي يرتاح، يعني ما ديفلوبا والو لهاد المده هادي ديال الحكم ديالو، ما كاين حتى شي حاجه. هي خدمتي في وقت مي كنتي شاب، خدمتي يعني في المجال السياسي، وانما وصل واحد الوقت الناس تتلاحظ عيات. يعني دابا كاع الطبقات تقريبا واحد 70% ديال الشعب ضد هاد العهده الخامسه، وكلهم نايضين وبغاو تغيروا وبغاو يديفلوبيو البلاد. من حقهم نكونوا واقعيين. السيد عيا يعني الله يجيب ليه الشفاء، الله يحفظه، الله يدير ليه شي تاويت الخير. يعني ما بقاش عنده وجود ديال رئيس، وكيفاش يعني يخاطب الشعب ما كاينش، يعني كل شيء ابسون. دونك الشعب بغاو التغيير، بغاو السيد يرتاح، ويجي رئيس اخر اللي يخدم ويعطي واحد الكثير من العطاء باش يديفلوبي الجزائر، ويشوف المطالب ديال الشعب، وهذا حق مشروع. وكنتمنى لكم التوفيق، والله يوفقكم في هذه المسيره ديالكم، والله يهدي داك السيستم يعني اللي مسيطر على على الدولة الجزائرية، أنه يتراجع ويعطيه فرصة لرئيس جديد، أنه يبين على القدرات ديالو، ويبين على الكفاءات ديالو، باش يخدم هذيك الدولة ويشوف المطالب ديال الشعب، وينهضوا بهذيك الدولة وبالشعب ديالها، ويكونوا راضين على هذيك المردودية ديال هذا الرئيس الجديد اللي غادي يكون. وكنتمنى لكم التوفيق، وحنا الحمد لله رخاوة، ما عندناش مشكل. كاين بعض الجهات اللي هي مريضه، الله يعفو عليها، اما الحمد لله مع الناس خوتنا اللي زارجين راه بخير، وكنتمنى لكم التوفيق.
وهذا الرأي ديالي، والله يعاونكم.